أشياء ما حبيتها في مصر. بصوا يا جماعة، عشان نبقى واقعيين لازم نجيب برضو شوية سلبيات علشان الناس ما تقولش علينا بنهري. بتكلم بصراحة. احنا طول عمرنا دغري. انا عايزك بس تقولي على السلبيات سلبية سلبية. وأتمنى من إخواننا المصريين ما يزعلون مني. باشا خش يا باشا، احنا بنحب القلش والفرفشة. أولا الأكل، من كثر لذته ومنظره اللي يفتح النفس تاكل لين ما وزنك يزيد وتنفجر. انت متأكدة ان الفيديو ده سلبيات؟ ثانيا الأماكن السياحية، من كثر التنوع اللي عندهم، أسواق شعبية، قعدات حلوة، مناظر ترد الروح، تحتار ويضيع وقتك وانت تختار وين تبغي تروح. هو ده فيديو السلبيات اللي بقالك ساعتين بتحضري فيه؟ ثالثا الشعب، من كثر طيبتهم وترحيبهم وضيافتهم ودمهم الخفيف تحس انك منهم وفيهم وتمدد اقامتك لا ارادي وما ودك تتركهم. يا ماما السلبيات يا ماما. طب اقول انا ايه ده انا دلوقتي يعني؟ ام الدنيا مين ما يحبها؟ فركش يا ماما، فركش فركش. معلش يا جماعة، عندنا الفيديو اللي باظ ده. ان شاء الله بإذن الله بالليل هجيب لكم شوية سلبيات وانا جاي.